تفعيل الوقف الإسلامي بالمغرب وآليات توسيعه ليشمل قطاعات الأسرة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة وتشغيل الشباب، عنوان محاضرة ألقاها الدكتور حسن يشو في إطار الأنشطة الثقافية التي تنظمها جمعية المواساة للتنمية الاجتماعية ببركان في شهر رمضان المبارك لهذه السنة. ومن بين أهداف المحاضرة تحفيز الناس على الوقف وبيان الأغراض التي يحققها في تنمية المجتمع ومحاربة الهشاشة الاجتماعية. كان من أهداف المحاضرة وهو تحفيز الناس على الوقف وبيان يعني الأغراض التي يمكن أن يحققها هذا الوقف في مجال العمل الاجتماعي، خاصة وأن مدينتنا هذه فيها أحياء مهمشة تحتاج أكثر إلى رعاية الأسرة ورعاية الطفولة، وكم نحن الآن بصدد العمل في هذا الاتجاه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وقد عرف الوقف في منطقة الشرق الأوسط تطورا كبيرا شمل مجالات متعددة كقطاع الصحة والمجتمع المدني وتشغيل الشباب بالإضافة إلى التعليم. وقد دعا المحاضر إلى الاستفادة من خبرة المشارقة في هذا المجال من أجل النهوض بالمجتمع المغربي ومواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال. فالوقف له مكانة كبيرة في ديننا وعرف مراحل وتطور عبر حقب تاريخية، ونلحظ اليوم أن ثمة مؤسسات وقفية تعنى بالوقف وتطويره ومحاولة تفعيله، ولا سيما في المشرق العربي، حيث أنا مدرس للعلوم الشرعية بجامعة قطر ألاحظ الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، الإدارة العامة للأوقاف في قطر وفي بعض الدول المجاورة أنها تجاوزت بناء المساجد وترميمها إلى العناية بالأسرة وبالطفولة والبحث العلمي وحل مشكلات البطالة وما إلى ذلك. وهذا الذي نأمله هنا في بلدنا. نحن نريد الخير لهذا البلد على أن يعرف الوقف عندنا في المغرب نوعا من التفعيل، وأن يعود له دوره الكبير والفاعل، وأن يكون له حضور في المجتمع المدني وفي قضايا التعليم والنهضة لهذا البلد، ولا يبقى مقتصرا على بناء المساجد فقط. فهذا أمر مهم ولأجله كان الوقف، ولكن نريد أيضا أن يتجاوزه إلى مؤسسات أخرى إن شاء الله. وللإشارة فإن الوقف في المغرب له تاريخ ضارب في القدم، خصوصا الوقف في بناء المساجد وما يتعلق بها. استفدنا شيء كثير، يعني عرفنا الأنواع ديال الوقف، لأن احنا عندنا في المغرب الوقف يعني عنده خصوصية. في كل قرية وفي كل مدينة كتوجد كثير من المحسنين يوقفون، يعني يقفون أموالا ودورا ومرافق في سبيل الله. وعرفنا كثير من أنواع ديال الوقف اللي ما كناش كنعرفوها. طبعا أنا شخصيا كنت كنعرفها، ولكن الناس استفدوا كثير، يعني كنعرفوا على أنه الوقف عنده واحد التاريخ حافل في البلاد الإسلامية وخصوصا عندنا في المغرب. فالوقف في الإسلام جاء لغرض تنمية الفرد والمجتمع والقضاء على البطالة والدفع بالإنسان ليكون مواطنا فعالا.